بتعرفي شو أكتر شي سرق من عمرك؟ ما الفشل، خوفك من رأي الناس شو رح يحكوا عنك. في فكرة قريتها لأليكس هرموزي خلتني وقف وفكر. لما الإنسان يرحل عن الدنيا حياته كلها بتتلخص بكلمة واحدة. الناس صحيح بتحزن وبتودع، ولكن بترجع بتكفي حياتها ما كأنه صار شي. وقت سألت حالي إذا بالنهاية كل حياتي رح تختصر بكام كلمة، ليش لضيع سنين وأنا خايفة من تعليق، من حدا يضحك علي، أو من كلمة ما رح تزبط، أو شو مفكرة حالك. كم شخص كان نفسه يبلش مشروع بس خايف من كلام الناس؟ كم بنت كان نفسها تعمل شغل أونلاين وتغير حياتها بس قالت شو رح يقولوا عني الناس؟ كم حدا صور أول فيديو ورجع مسحه قبل ما ينشره بس لأنه خايف من بعض التعليقات؟ بس الحقيقة الناس بتحكي يوم يومين وبعدين بترجع بتعيش حياتها. أما أنت إذا ضليتي ناطرة رضا الناس يمكن يمرق العمر كله وأنت منك عاملة شي. ما تعطي رأي الناس سلطة أكبر من أحلامك. إذا حسيتي إنه خوفك من كلام الناس هو اللي مأخرك تبلشي وتبني دخل إليك، بعتيلي كلمة بداية بالتعليقات أو على الخاص ورح خبرك كيف فيك تبلشي بالعمل أونلاين خطوة بخطوة.